مساكم سعيد جميعا. جماعه، قبل ما نبدا البث المباشر بتاعنا ونبدا جولتنا على كورنيش مطروح، احتمالات كبيره جدا ان صفحتنا على الفيسبوك تقفل، سواء الصفحه دي او الصفحات اللي احنا بنعملها بث مباشر. فهننقل المحتوى بتاعنا على اليوتيوب. انا سايب لكم لينك اليوتيوب فوق في الرابط عشان الناس اللي ملتزمه معانا بحجز مصر والحاجات دي كلها تعرف تتواصل معانا في فتره الصيف لو صفحاتنا قفلت. فرجاء انا سايب لك الرابط فوق، وكمان ممكن تلاقيه ينزل لك في الكومنتات لينك صفحتنا على اليوتيوب مذيع مطروح موندي. هتلاقي عليها قد ايه من المتابعين. استنى هجيبها لك دلوقتي. هتلاقي عليها 78 370 واحد. عايز اجيبها لك كده من على الفيسبوك. تمام، وهبدا لكم الجوله حالا دلوقتي. فين صفحتي على اليوتيوب؟ اهي دي الصفحه بتاعتي على اليوتيوب. خلاص، عشان لو الصفحه عندنا مجموعه من الانذارات، معلش احنا اسفين، يعني في مجموعه من الانذارات زي ما انتم شفتوا كده، في مجموعه من الصفحات بتبدا تقفل، فقالوا لنا ان احنا صفحتنا بنسبه كبيره هيتم غلقها بالكامل الفتره الجايه، فاحنا مش عارفين ايه الاسباب. تواصلنا برضو مع ناس كتيره بيحاولوا يحلوا لنا الموضوع، ولكن مفيش امل. اكتر من حد قال لي ابدا اعمل صفحات تانية. مشكله ان انت بقالك 10 سنين بتعمل في الصفحه دي، انا مش هقدر اعمل صفحات تاني دلوقتي. فهتلاقوني موجود على اليوتيوب. المنتدى هننزل عليه الصور والفيديوهات هتنزل زي ما هي على اليوتيوب. كمان اليوتيوب بتنزل عليه الفيديوهات بجوده اعلى. تعالوا بقى نبدا نديكم جوله على كورنيش مطروح في الغروب، ونبداوا من على كوبري رومل. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده قدامكم ده كوبري رومل اهو بكامل هيئته. خلاص، ده كوبري رومل زي ما انتم شايفينه. انا هحاول اقفل الازازه عشان في بعض الناس اللي بتشغل اغاني، فالاغاني دي بتعمل مشاكل. يعني شوف، انا والله ملتزم بكل حاجه في الفيديوهات، ما بننزلش لا اي موسيقى ولا مؤثرات صوت ولا حتى فيديو احنا مصورينه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. هنا ده كوبري روميل زي ما انتم شايفينه بكامل هيئته وشكله. ولكل عشاق مطروح اللي معانا دلوقتي، عايزين نعمل شير لللايف دوت عشان على الاقل توصل اشعارات للناس اللي متابعانا ان في لايف شغال دلوقتي. وبعد ما نخلص يا عم اللايف ابقى عادي خش على صفحتك وشير الشير. خلاص، اعمال التطوير بتاعه الكورنيش. اولا احنا هنا اول ما تنزل من الكورنيش بتاع منطقه باب البحر، او تنزل من الكورنيش اللي هو انت وجاي من عند رومل، او جاي من العوام والبوسيت، بتلاقي نفسك طالع الكوبري ونازل فيه هذا الاتجاه. على ايدك الشمال بتكون الجبل دوت اللي فيه رومل ايلاند، اللي هو قريه اصاله عامه، رومل ايلاند ورومل بي ولونج ايسلاند. وفي الكرفانات بتاعه المشاريع اللي بتبدا شغاله في راس الحكمه او على الكورنيش بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، هنا في البعض بدا في ازاله الكورنيش. هنا كورنيش باب البحر يا جماعه برضو هيتم تطويره، ولكن مفيش، احنا ما شفناش اي مخططات نازله هيبقى شكله ازاي. هل هيتم توسيعه؟ هل هيتساب زي ما هو؟ هل هيتم تطويره؟ هيشيلوا المصاطب غير المنصطب؟ الله اعلم. ولكن زي ما انتم شايفين كده بيتم ازاله المصاطب تدريجيا، وتحس ان الشغل واخداه مجموعه من الشركات مش شركه واحده. يعني هتلاقي جزء متكسر وجزء متساب. الله اعلم بقى اذا كان هم شركه واحده وبيبداوا يكسروا في اكتر من مكان، ولا كذا شركه شغاله. ولكن تحس ان الاعمال شويه باب البحر بطيئه بنسبه كبيره. اسرع بكتير طبعا موجود منطقه العوام هنروحها دلوقتي، شاطئ مطروح العام والهنا. الاعمال هناك ماشيه على قدم وساق، يعني شغالين صبح وليل، ليل وصبح. زي ما انتم شايفين كده اهو الجزء ده متكسر اهو، كسروا المصاطب اللي فيه. حتى الاستراحات المدوره الكبيره، يعني الجزء ده كان فيه استراحه موجوده مدوره في هذا المكان اهو مش موجوده اهي. الجزء ده كان فيه طبعا استراحه تم تكسيرها بالكامل. خلاص، والجزء الثاني زي ما انتم شايفينه هنا برضو اهو متكسر منه اجزاء. هنا بقى شالوا البلدورات اللي موجوده تحت اهي. يعني هنا الاعمال شويه تحس ان هي ماشيه بشكل غير منتظم، يعني شويه تلاقي مكان شايلين فيه بلدوره ومكان مكسرين فيه الكورنيش. يعني نقدر نقول ان في 10% من الاعمال بدات في
منطقه باب البحر. وزي ما انتم شايفينها طبعا في البث المباشر، انا بنقل لك الحاله على الطبيعه اهي. طبعا المنطقه دي طبعا زي ما انتم عارفينها يعني ملاذ امن للزرادات والقعدات العائليه، بعيد عن الدوشه، بعيد عن الزحمه، وبعيد عن حاجات كتيره قوي. يعني انا كان زرادات الشاي والحاجات بتبقى هنا قريبه، بتلاقي نفسك قاعد على البحر في حته قريبه من المدينه جنب البيت يعتبر يعني. خلاص، نيجي هنا لهذا الجزء ده بقى اللي هو زي ما انتم شايفين قدامكم، دي اسمها قدامكم عماير المجلس او تقسيم المجلس. على الشمال كان في رومل ايلاند، دي رومل باي، وجنبها سنة مطروح، وتخش كده لجوه شويه هتلاقي بقى تقسيمات. هنا طبعا بداوا عملوا تحديدات للكورنيش بتاعنا من ناحيه الشمال اهو، حددوه في الجنب اللي هناك زي ما انتم شايفينه كده اهو. البلدورات دي جديده ما كانتش موجوده هنا. الطريق اهو كسروا فيه، شالوا البلدورات اللي موجوده هنا كلها اهي زي ما انتم شايفينها كده. وبرده بعض المصاطب برده اتشالت، بعض المصاطب برده اتشالت زي ما انتم شايفين اهي، بيبداوا فيها تكسير في منطقه باب البحر. خلاص، في قريب ان شاء الله في يا جماعه الجزيره اللي موجوده في قلب الشاطئ، الجزيره اللي بتشوفوها في منطقه باب البحر دي، احنا عرفنا عنها قصه كبيره ان هي تابعه لهيئه الاثار، وعرفنا قصتها في القريب العاجل. هصور لكم ايه ترابطها، ان اللسان كنا دايما بنقول ليه اللسان ما وصلش لحد هناك. هبقى احكي لكم القصه كامله عن الجزيره دي، وكمان مكان تاني اثري جديد اكتشفوه في المنطقه دي. مش هنحرق الحاجات دي دلوقتي، ولكن هنسيبها لكم لما يكون عندنا تصاريح بالكلام عنها. هنكلمكم عن اكتشاف اثري موجود في منطقه باب البحر، وكمان الجزيره اللي في نص الماء جزء كبير منه كمان. اعمال المباني هنا بتتم برضو، الرخص فتحت شغاله، مفيش ادنى اي مشكله. اي حد معاه ارض مسجله يبدا يروح يطلع الرخص بتاعته، مفيش مشكله خالص. برضو اعمال استكمال البناء برضو شغاله، اللي معاه رخصه وكان واقف دلوقتي خلاص يقدر يبني شغال. الناس اللي عايزه الشقق للبيع والحاجات دي كلها، في حاجات انا صورتها لكم في تقسيم الشرطه، اطلبها يجي لك اللينك بتاعها. 500,000 على المحاره، ب 600,000 تستلمها على المفتاح. هنا بقى الجزء بتاع منطقه باب البحر. انا يا جماعه صورت لكم فيديو عن المحلات اللي شغاله في باب البحر. في فول، عربيه فول موجوده في ام احمد ملابس، وفي كمان عندك الجهيني، وفي اصاله ماركت. الحاجات دي فاتحه على طول في فتره الشتاء في منطقه باب البحر. وفي كمان حاجه انا ما صورتهاش ما خدتش بالي منها، اسمه الطهطاوي اهو برضو شغال. خلاص، اعمال التطوير هتلاقيها واضحه قوي من اول ما نخش من عند شارع المينا القديم، اللي هي بادئه تقريبا من عند حلقه السمك، شاطئ الهنا. خلاص، وهتلاقوا ممكن نحط لكم لينك للمخطط اللي نازل بتاع المحافظه في المنطقه اللي هناك، او الرسم اللي هيقول اليه الكورنيش بعد الانتهاء منه. ولكن انا بوثق لكم الاحداث دلوقتي، ايه اللي انتم شايفينه على الكورنيش دلوقتي، ايه اللي موجود دلوقتي، ايه المستويات اللي وصلنا لها من اعمال التطوير. ان شاء الله هتكون خلصت قبل الصيف. يا جماعه ما تقلقوش، يعني حتى الناس بعد يقول لك هتبقوا زي اسكندريه الصيف هيشتغل مش هيشتغل، لا، احنا الموضوع عندنا هنا اسهل بكتير من اسكندريه. احنا هنا فوق مستوى البحر، فمش فيش عندنا اول ما الناس تبدا تفتح تلاقي ميه، لا، العمليات سهله شويه في عمليات الصيانه. خلاص، يعني انت لما هنروح دلوقتي على الكورنيش الجديد هتلاقيهم خلصوا بتاع 40 ل 50% من الاعمال. يعني لو كل شهر 10% هتلاقي نفسك محتاج 5 شهور تاني، وتبقى قبل الصيف كمان قبل العيد تكون مخلص الكورنيش. انا بعدي بالليل بلاقي الاعمال شغاله على قدم وساق. منطقه باب البحر طبعا اسهل بكتير في موضوع التطوير، انت هتشيل وتوسع وتخش لجوه وخلاص، الموضوع اسهل من الجزء اللي هناك، لان باب البحر يا جماعه معموله حديثا، فمش محتاجه توسيع كتير قوي. يعني انت لو المربع اللي هناك بتاع بسيط العوام وصل للتوسيعات الحاليه اللي موجوده باب البحر، فانت كده وصلت لمستوى عظيم جدا في التطوير يعني. خلاص، كمان انا من خلال هذا البث المباشر بقول يا جماعه يا ريت
يتم عمل مواصلات لكورنيش الأبيض الجديد، تكون من الكورنيش خلاص، ويتحط طفطف هناك. رخص العجل والبيتش باجي يا ريت تروح هناك، هتنشط العمليه شويه وهتخلي الناس تروح بالليل لكورنيش الأبيض الجديد. دي الطريقه حاليا الاستفاده منه. الناس بالكورنيش الأبيض الجديد بالليل بيبقى شكله مرعب لاسباب انه لم يتم استغلاله ليليا، بيبقى شغال صباحا فقط، مساء ما فيش عليه اي استغلال تماما، لان الجزء اللي قدامه كله قرى سياحيه ومنتجعات، مش عماير علشان تبدا تعمل عمليه اشغال بقى ومحلات ومطاعم على طول الكورنيش. فاحنا لو ودينا رخص العجل هناك، ودينا البيتش باجي هناك، ودينا وسيله مواصلات هناك، هتبدا يشتغل حلو قوي. افتكر الكلام ده كان حاصل في قريه الاندلسيه قديما. يمكن قريه الاندلسيه لما بدا الاتوبيس يبطل يودي هناك خان المعز، وقع. كان في خان المعز عندنا جميل جدا، الناس كانت دايما بتحب تروح، وكان في وسيله مواصلات بتبدا تودي لخان المعز كانت طالعه من الاندلسيه نفسها. حاليا ما فيش الكلام ده، فعشان كده خان المعز من الاسواق اللي وقعت، والقريه كلها كمان حصل فيها اهمال في الفترات الاخيره. نفس الكلام انا بتكلم على كورنيش الأبيض، هو حاليا زي الفل، جميل جاهز، مش عايز غير ان احنا بالليل ننشط السياحه عليه شويه. حلو الكلام. نبدا هنخش دلوقتي على شارع المينا القديم اللي هي حلقه السمك. وزي ما قلت لكم ان حلقه السمك تم توسيعها السنه دي بشكل كبير جدا. تم استغلال مجموعه من المحلات الموجوده في استاد الكره الخماسي وكليه التربيه اللي هي موجوده على الشارع بره، يتعمل فيها محلات للاسماك. فما بقتش حلقه السمك قاصره على حلقه الاسماك الموجوده على بوابه المينا، ولكن بقت موجوده في المربع كله، المربع كله بجوار شركه الميه. خلاص. هنا هتلاقي طبعا اسماك محمد غنيوه اشهر من نار على العالم، وجنبيها كده هتلاقي برضو حلقه اسماك ابناء مطروح، الحاجات دي كلها. هنا بقى عندك ده شاطئ الهنا زي ما انتم شايفينه كده. الكورنيش رأي رجع ورا خالص، يمكن انتم شايفين عينك ما تجيبش اخره اهو. الاعمال هنا ماشيه زي ما بنقول على قدم وساق، في اعمال تطوير زي ما انتم شايفين كده. تقريبا بداوا رموا خرسانات الاساسات بتاعه الكورنيش نفسه، اللي هيتحط عليها الكورنيش او الحدود بتاعه الاسفلت. وطالما اعتقد ان الحاجات دي حصلت، يبقى ممكن يتم الانتهاء من الطريق الاساسي قبل الانتهاء من الاعمال الداخليه للكورنيش. انا هحاول بقى اخش لكم في التراب والعفره خلاص، فسامحونا شويه لو لقيت شويه عفره. انا هحاول اقفل الازاز بتاعي من فوق. خلاص، هتلاقوا الدنيا بتربش كده شويه. طبعا البلد هاديه جدا، خصوصا يوم النهارده مش مشمس. خلاص. لما بيكون في شمس بنطلع من البيوت، الناس بتلاقيها طالعه من البيوت بتتدفى. لكن حاليا النهارده اليوم مش مشمس واغلبه غائم، ونحن في انتظار امطار قريبه. زي ما انتم شايفين كده، ادي اعمال التطوير على الكورنيش. برضه هنزل لكم فيديو بوضوح كامل لما تم الوصول اليه من اعمال الكورنيش بتاعنا. خلاص، ادي الكورنيش وما آل اليه الكورنيش في الاونه الاخيره. طبعا بس مباشر يبقى بتاريخ يوم النهارده، يبقى ده احدث حاجه وصل ليها كورنيش مطروح. انا واحد من الناس اللي بحب اوثق كل حاجه عن مطروح، قديمه جديده، الحاجات دي كلها. تقدر تقول ان احنا عندنا مخزن تاريخي داخل هذه الصفحه لمطروح وكورنيشها قبل وبعد التطوير. خلاص. هنا برضو زي ما شايفين اعمال اللودر شغاله، التطوير شغاله اهي. هنا اهو الكورنيش في اعمال خرسانه. اعتقد ان في مباني بتتم اسفل الكورنيش. اعتقد ان الحاجات دي هتبقى مباني خدميه. كنا شفنا برضو في الرسم الهندسي او في الخريطه المحافظه حطها على صفحتهم ان في مول تجاري هيتم انشاؤه في المنطقه دي قدام شويه. طبعا هنا علوا شويه البتاع، لان هنا الجزء ده كان فيه نحر كبير جدا، وكان فيه هبوط في الكورنيش، فكان لازم يتعمل بهذه الطريقه، ان تلاقي الخرسانه طالعه لحد فوق. خلاص. وهتلاقي الكورنيش
هنا بقى توسع بكتير جدا. اعتقد ان ده برضو من ضمن المولات او المباني اللي هتكون موجوده على جناب الطريق او في حيز الكورنيش الجديد. اهي فيها عمدان. اعتقد ان ده المول التجاري اللي احنا سمعنا عنه، ده جزء منه اهو. في بداوا في الجزء الثاني بيبنوه على كذا جزء اهو. ده مكان المول التجاري، اعتقد ذلك. هنا هيكون مكان المول التجاري. اعتقد ان برضو في مول تجاري قدام تاني. يا جماعه ما حدش يقول ان هو هيحجب الرؤيه، لا، ده تحت المستوى الكورنيش. احنا هنا مطروح فوق مستوى الكورنيش. خلاص زي ما انتم شايفين، دي كل دي الاعمال بتاعت ده. طبعا اكيد اللي انتم شايفين دي حاجه اسمها لوكونيا، حاجه كده بتاعت الاسفلت اللي بيبداوا يحطوها ويبداوا يحطوا عليها الاسفلت. مش عارف اسمها ايه كده، لوكوميا، لوكيميا، حاجه كده. هو دوت الطبقه الاولى قبل عمليه المازوت والاسفلت والحاجات دي كلها. خلاص ادي اعمال التطوير وادي الكورنيش زي ما انتم شايفينه على الطبيعه في هذا الحاله وفي هذا الوضع. يعني زي ما انتم شايفين اهو. بص انا بحاول اخد لك يعني كل الاماكن في الرمله والتراب عشان اجيب لك الوضع على ما هو عليه حاليا. واحنا برضو في الفتره دي يا جماعه مش ساكتين، احنا بنحاول ناخد لكم عماير في اكتر من مكان داخل المحافظه. هتلاقوا عندنا حاجات في شارع اسكندريه، حاجات في العوام، وحاجات في الاذاعه برضو وباب البحر. عشان كده بقول لكم احتمال كبير جدا صفحتنا دي عليها شويه انذارات كتيره جدا ممكن تتقفل. عشان كده بقول لك ابدا اشترك معانا على قناتنا على اليوتيوب، عشان الحاجات دي كلها احنا بننزل على اليوتيوب قبل الفيسبوك، فبتلاقي الحاجات نازله بجوده اعلى، هتلاقي ارقام التليفونات، هتلاقي الحاجات دي كلها. انا ما كنت زمان بقول لك روح على اليوتيوب روح على اليوتيوب، انا مش من ضمن الناس اللي بقول لك اعمل شير وسبسكرايب والحاجات دي كلها، ولكن ما تجيش تلاقينا اختفينا في فتره الصيف وتقول موندي سابنا ومشي. لا، انا ما سبتكوش، انا ما مشيتش. كل ما في الموضوع اني الفيسبوك بيقفل مجموعه كده من الصفحات، واحنا تقريبا كده هنتاخد من في الرجلين بسبب تحديثات الاي اي الجديده اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي ورد علينا في الاونه الاخيره. هنا المنطقه دي تم توسيعها بالكامل، وبرضو اعتقد ان حاليا هم بيدقوا الارض. اعتقد ان هنا برضو هيبقى فيه مول او مبنى هنشوفه في الفتره اللي جايه. ده حديد مش قليل. وادي حز الكورنيش زي ما انتم شايفين هناك اهو موجود، تم الانتهاء منه بالكامل. خلاص وهنا هنوصل بقى لمربع البوسيت زي ما انتم شايفين. سايب لكم لينك قناتنا على اليوتيوب فوق. قناتنا على اليوتيوب اسمها مذيع مطروح. لو حابين، لو اذا انقطعت اتصالاتنا عن الفيسبوك هتلاقونا متواجدين على اليوتيوب. خلاص بصوا كده بقى معايا، ادي هنا اهو برضو. اعتقد ان دي بوابه من ضمن البوابات اللي هتبقى موجوده بتاعه شواطئ. دي بوابه، دي شكلها بوابه كده، غرفه مراقبه، والبوابه بتاعه الشط. الكورنيش هنا برضو وسع حبه، بس ما وسعش زي شاطئ مطروح العام والهنا. يعني اعتقد هناك كان اوسع بكتير من كده، تم التوسيع اكتر من بكتير هنا، بس عشان المباني وانت مجبر على هذا الحجم والكم من التوسيع يعني. خلاص ده هنا فندق جيول، ده مربع البوسيت. طبعا المربع ده خلاص يعني تم تطويره وخلصوا فيه من بدري وعملوا فيه مول اهل مصر والحاجات دي كلها. واعتقد يعني انا شايف المنطقه دي لو اتعمل فيها فندق يبقى حاجه ممتازه جدا. خلاص هنا ده عندك عزه وادي جنب الكورنيش من الناحيه الثانيه، وادي كمان بلبن شغال اهو، وهنجرب بقى منه حاجه جديده. مش هطول عليكم اكتر من كده، مستنيينكم في صيف 2025 داخل محافظه مطروح. تابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك مذيع مطروح، ولو قفلت هتلاقونا موجودين على اليوتيوب برضو على مذيع مطروح. اشكركم جدا. كان معاكم موندي مطروح، ومع السلامه.